دونك الزول في الاول الزول وين يقارن الزول زحمة انا في الاول. آه دونك كي درنا الزول في الاول. بغيت نهضر شي طوح، نهضر شي طوحة في خير الحوايج كنيا. الزول ذا حميان ادوض ما كل. الو وي سي خليهم لايف دون 5 minutes ما تبغى. اوكي طيب désolé. عندنا في قربة بونجورة، عندنا ذاك الرويكة شنقريحة لا دياسبورا فاقناك لي زالجيريان فاقناك يقبل قرطان من لي زالجيريان ثانو كيند. دقيقة صمت من وتحميدا لروح ضحايا في منطقة القبائل، ضحايا خونا جمال اغتيل بأبشع صورة، وهذا إن شاء الله هذا هو في كتبون اثر وي في كتبون. هذا شو الخمضات تبوني تمورتا قبايلي توالي تاع المسكيت. il a perdu son fils na sa maman na son père. توالي تبوني شو الخمضات تمورتا قبايلي وهذا تبون تيجي كل تيلاوين لنا الشوضات تسنسنت يا تبون يا شنقريحة يا ولاد الحرام. ها واش درتو البلاد قبايل باش تفهموا تكلمكم باللغة العربية تاعكم يا الشميت يا طحانين يا الرخاس. هاو بكيتو النساء، بكيتو العجوز، بكيتو لاكابيلي، حركتونا ما تخلصوها غالية. راكم تشوفوا دفنتوها شحال من العباد ومازال اللي راهم
يصوانيو لي بليرول تاعهم. يا ولاد الحرام، لا بوريتور سي مالورو. دروك نوري لكم تلفزيون تاعكم اللي راه يتكذب. تلفزيون تاعكم طحانين، بالتلفزيون تاعكم يا طحانين. أقدمت إدارة القمرية عربسات على إيقاف بث قناة تقبيليت التابعة لحركة ماك الانفصالية للمتصهين فرحات مهني، وهذا بسبب عرضها لبرامج وتقارير تحرض على أمور خطيرة هدفها تفرقة وخلق الفتنة بين الجزائريين وضرب الوحدة الوطنية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير لعمر قردود. من منا لا يعرف قناة تقفيليت الواقع مقرها بفرنسا، قناة تهدف إلى خطط جهنمية، التفرقة وخلق الفتنة بين الجزائريين وضرب الوحدة الوطنية غايتها. قناة تقفيليت التي توقفت عن البث من القمر الصناعي بأمر من الإدارة، قرار جاء أجل دنيا كان يكذوب نسن. هاتنتي في تقبيل ثيرة والحرام يا ولاد الحرام، يا تلفزيون الحياة، يا ولاد القحاب، يا لي جورناليست يا طحانين. تلفزيون تقبيليت ما تقدروش تنحيوها. قبيلين جا مثلا السكين تدول تكين عرض مسس الوي فرحة السعيد إوا كانت المسلاي فين كان ضروري تمثل. يا ولاد القحاب، يا ولاد الحرام، يا لي جورناليست طحانين. هاو تلفزيون تقبيليت ما نحاها حتى واحد. لي كونار، فوز دي كونار دي مونتور، فوز دي كريمينال. انتوما والتلفزيون تاعكم صال الراس بوريتور. هاو الشيكور، هاو فرحات ماني الشيكور تاع تبون، الشيكور تاع شنقريحه. هاو الشيكور تاعكم يا ولاد القحاب، يا ولاد يا طحانين. هاو الشيكور تاعكم، هذا هو الشيكور تاعكم، هذا هو الشيكور تاعهم. إنا با دو كلاش، إنا با دو بومب، إنا با دو شار، مي الشيكور تاعكم إنا ميم با دارجون، إنا ميم با دو كوا بيي سون لويي. مي هو الشيكور تاعكم براسو، بالخلق تاعو. هاو الشيكور تاعكم يا ولاد الحرام. راهو الحرام. اش هادي نظامية فليه ما هنا القبايل مرة كل ويزاش ما ثنيو كدا كيد من سنين دي عمرو شخبي مساقي شخبي زي مشطوح زي مصية داك في مصيو داك في مصيو داك تيكو روحك في مصيو مساقي كيد من سنين ويطو يا عمرو ويطو بس كده غلط أروح يا ماني ترجعك في المصير صارت جاية صارت بويرة صارت تكسمورة من خنويس مثال تفوز تكفوش لا كنت تلفوز المال يا مشطوح اسمو صرغان تخيف ما يرغان تخيف أدنى غويار أدنى ما يرغان أدنى غويار تسمو صرغان تخيف كل شي تبغى خياف هيا فاروح شوية كذا لما ندولي متصفى فاروحين 5 فاروحين هاي مثلا خاصك مهني يرقزن ما زي يرقزن ويا وكبيلي ساير يرقزن وكبيلي ساير يرقزن وكبيلي ساير يرقزن سقسيشني نغان والله نحياهم بطل ونفي رحمة ربي إن شاء الله نكون في الجنة. الميرس ولا ما كان الصواب ولا ما شد تربي فرحات
يتربي يدير كازن، يسعى نول، يسعى لي سونتيمون، يتغاضي ثمورت، ماشي مذافوها مستباطلين، يتربي دي طحانن، يتربي دي راول الحرام، يتربي دي باطارن، يتربي دو يكسسن لاصال نسن، يكسسن دونيت نسن، يكسسن اغروم نسن، يرثن سدي الصوفاج. دولة الجزائر تربي دي الصوفاج، دولة الجزائر تربي دي التيروريست، هذا الصح. مي فرحاتو دي تربي التيروريست باش سي با ان تيروريست. لماك يبغى ثمور تقبيليت ويبغى راه تعزاويت دوك دي زالجيريا. Vous êtes nos voisins, on vous respecte, vous nous respectez. أحد حنو في الأول. هذا شو الفرحات وقوم يقارن الفرحات مهنية متسين مالا. أسوأ يمكن الكذوبة كل الناس نسن أنو غال أيو في الحاجة فريمون قرحت مليح. مرحبا بك في قناة شوف تي في. وأول ما نبدأ به أستاذ بالعباس هو آخر المستجدات وآخر التصريحات التي يعني صرح بها سواء رئيس الجزائر عبد المجيد تبون أو تصريحات شنقريحة المعادية للنظام المغربي ولتنظيماتكم في داخل الجزائر خصوصا في منطقة القبائل، حيث تم توجيه تهمة إحراق الغابات إليكم مباشرة. اتهمتكم العسكر الجزائري بمجموعة من الاتهامات وطالبوا بأن يتم ترحيلكم من الدول التي تقيمون بها. ما ردكم على هذه التصريحات؟ في الحقيقة لا نعرف إذا سنبكي أو نضحك من هذه التصريحات كسوا من رئيس جمهورية الجزائر أو الجنرال شقريحة. إنها مهزلة وعيب وعار على الشعب الجزائري أن يمثلهم أشخاص مثل شنقريحة أو الماريونات ديال تبون. إنها بالفعل اتهامات باطلة وليس لديها أي أساس من الصحة. إنه السيناريو مفبرك من قبل المخابرات الجزائرية في الأول لضرب الشعب القبائلي ليقول أنه شعب همجي، وثانيا لكي لا تكون مساندة من طرف المنظمات الدولية، وكذلك الإطاحة بحركة الماك التي هي الحركة القوية في بلاد القبائل. لما نرى للحرائق، نتكلم أولا عن الحرائق، كل الفيديوهات وكل الصور وكل الشهود العيان الموجودين في المنطقة أدلوا بتصريحاتهم وأكدوا أن هذه كانت مدبرة من طرف النظام الجزائري. أين نرى أن الحرائق شبت حرائق في 40 منطقة في نفس الساعة؟ هذا ليس ممكن. وفعلوا هذا الشيء لكي يسقطوا الشعب القبائلي، لكي يركع للنظام الجزائري، لكنه لن يركع. وإننا سنعمل كل شيء لنثبت الحقائق، والمجرمين سيحاسبون يوما أو غدا. نعم. تم اتهام يعني التنظيم الذي انتم قياديون فيه وهو قياده تنظيم الماك انه تم اتهامكم بانكم منظمه ارهابيه، والتعامل مع المنظمات الإرهابية يتم عن طريق يعني قانون دولي وغيره، في حين أنكم توجهتم إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالبتم بفتح تحقيق بخصوص الحرائق التي شبت في منطقة القبيل خصوصا في تيزي وزدو بالجزائر. أين وجدتم منظمة إرهابية تتكلم مع المنظمات الدولية تعمل علاقات مع دول ولكنها منظمة إرهابية؟ لما يتكلمون عن الإرهاب، إن منظمة الماك أو القبائل عامة منظمة أنشأت في 2001 ولم يستطيعوا أن يعطي أي
أي نقطة بأن مناضلين حركة الماك ارتكبوا أي جريمة أو أي قتل، وبالعكس العكس الذي يقوم بالجرائم والذي ارتكب الجرائم الكبرى هو النظام الجزائري. من قتل 250 ألف جزائري؟ من تسبب في مقتل 250 ألف جزائري في التسعينيات؟ المرزي من بن قتل عباس، بوطياب؟ من قتل معطوب لوناس؟ المرزي من اكسيل قتل كلا الشبان؟ في الله القبائل في 2001 117 شخص ذهبوا غدرا بالرصاص. 130. الدرك الجزائري، أقولها وأعيدها، الدرك الجزائري قتل 117 شخصا، 130 شخصا في بلاد القبائل، ولم يحاسب ولا حتى واحد حوسب فيهم. ولما نرى نظام إرهابي مثل النظام الجزائري على رأسهم تبون يتهم في القبائل أنهم قتلة، أنهم شعب همجي، فنحير بماذا نقول لأناس مثل هذو. ولهذا نعمل لنصل الحقائق كل الدول وإلى كل المنظمات ليحاكموا. وأنا متيقن أن سيأتي يوم سيحاكمون كل هو وجماعته كما يسمونه جماعة اللصوص التي تحكم في الجزائر. نعم. لماذا في نظركم السي العباس، لماذا في نظركم هذه الاتهامات التي دائما يجد النظام العسكري الجزائري نفسه في حاجة إلى توجيهها سواء في الداخل لمعارضيه في الداخل أو إلى الخارج؟ والنموذج هنا نموذج الدولة المغربية. دائما نجد النظام العسكري الجزائري يبحث عن مبررات ويبحث عن تصدير أزمته الداخلية من خلال أنه يتهم مجموعة من المعارضين مثلا في الجزائر في الداخل أو يرمي بأزمته إلى الخارج، وأقرب جار إليه بالنسبة إليه هو المغرب، ويقوم بالرمي بهذه الاتهامات يمينا وشمالا. لماذا في نظركم هذا؟ هل لهذه الدرجة النظام العسكري الجزائري ضعيف؟ ليست له استراتيجية محكمة؟ ليس لديه عقلاء يقولون له أن ما يفعله ليس صوابا؟ لقد قلت إنه ضعيف. إن النظام الجزائري أضعف بلد في إفريقيا، هو أضعف. إن مالي والصومال أحسن بكثير من الجزائر. لا نتكلم على المغرب، فالمغرب بعيدة جدا عنا. أنا تعرفت على المغرب وذهبت ورأيت تقدم المغرب. لا نستطيع مقارنة المغرب بالجزائر. لنكون واقعيين، إن النظام الجزائري لديهم مشاكل الداخلية وحتى في الحكم. هناك عدة جنرالات يتسابقون لرئاسة الحكم، ولكي يسكتوا الشعب الجزائري دائما يخلقون مشاكل داخلية أو خارجية، والأسهل هو الجارة المغرب. ولكن هذا كله لإخفاء جرائمهم الشنيعة في الشعب الجزائري والشعب القبائلي خاصة. لأن نحن يجب أن تعرفوا أن كل 10 و20 سنة يأتون ويرتكبون جرائم كبيرة في منطقة القبائل ولا يحاسبون عليها، ولم يحاسبوا يوما عليها. ولما يتكلمون كما يقولوا بالعامية الرجلة، يحبون أن يستعملوا هذا. لكن في الحقيقة الأمر لما قام السفير المغربي بإدلاء تصريحه الأخير بالمساندة للشعب القبائلي، كان الرئيس الجزائري قد أعلن أن سيكون رد على هذه التصريحات، وكلنا ننتظر أن سيكون الرد للحكومة المغربية التي قامت بالتصريح. لكنه ليس لديه الجرأة لمعاداة المغرب، فذهب إلى الشعب القبائلي الذي ليس له وسائل الدفاع ليحرقه، يحرق غاباته، يحرق حيواناته، وحتى مقتل 170 شخص. هذه جريمة شنعاء
يجب أن العالم كله يستنكر من هذه الجريمة التي قام بها النظام الجزائري. وأقول لهم لهذا النظام: أين هي الرجولة؟ أين هي الرجولة؟ لماذا لم تستطيعوا الرد على المغرب؟ لماذا السفير الإسرائيلي في المغرب قد مسح بكم الأرض ولم تستطيعوا حتى الرد؟ لأنكم ليس لديكم القوة الكافية للرد على البلدان بسيادتها. وحتى القبائل سيأتي يوم أن يستقلوا ويكون لهم بلد لن تستطيعوا أيضا التقرب إليه. وهذا أؤكدهم لكم أن هي قضية وقت. الشعب القبائلي سيستفيق يوما وسترون ما لم تتوقعوه. نعم، تابعنا جميعا انه كانت هناك ازمه عطش في الجاره الجزائر، وشاهدنا كيف ان ساكنه العدد من المدن الجزائريه تعاني من ندره المياه، بالاضافه الى الجائحه التي يعني تثقل بكاهلها على جميع المواطنين. لم نرى تحركا لهؤلاء رجالات عبد المجيد تبون والنظام العسكري الجزائري، في حين وجدناهم يتحركون في قضية إحراق كما تفضلت مجموعة من الغابات في منطقة القبائل. أنتم ماذا تسجلون من هفوات للنظام العسكري الجزائري في نظركم؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبها منذ تولي على الأقل عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية الجزائرية؟ إذا تكلمنا عن الأخطاء يجب أن نتكلم ساعات عديدة للأشياء وللأخطاء التي ارتكبوها، والأكثر من ذلك سنتكلم عن الجرائم. خلينا من الأخطاء. لكن لما تكلمتني عن الشعب الجزائري، للأسف لما رأينا فيديوهات أين جزائريون يمزقون يحرقون العلم الأمازيغي في عنابة، وجزائريون يخرجون في وهران لكي يهددوا القبائل باش يقولوا لهم سنحرق محلاتكم وسنخرجكم. أريد أن أوجه لهم نداء: إن الشعب الجزائري نقول لهم ما تكونوش مكلخين. إن النظام الجزائري يستعملكم ضد الشعب القبائلي. إنه يريد حرب عرقية. إن مشكلتنا مع النظام الجزائري وليس مع الشعب الجزائري. نعم، هناك اختلافات كثيرة بين الشعب القبائلي والشعب الجزائري، هذا واقع لا نستطيع أن نخفيه. هناك اختلاف اللغة، هناك اختلاف التقاليد، هناك اختلاف العادات، في رؤيتنا في الديانات، حتى في الأحلام مختلفين، ولهذا نريد الاستقلال. لكن ليس سببا لنتقاتل بيننا. قد حاولنا التعايش لكن لم نستطيع التعايش، وهذا ليس سببا لنتقاتل لنسيل الدماء بيننا. أما النظام الجزائري فمشكلتنا معه، ونرجو من الشعب الجزائري أن يتفهم وأن يعرف أيضا أن لا توجد عائلة في بلاد القبائل ليس لديها مناضل من الماك. إن مناضلين الماك موجودين بالملايين في بلاد القبائل، والدليل اذهبوا إلى اليوتيوب سترون المسيرات التي قام بها الماك في تيزوزو، في بجاية، في كل مدن القبائل، وحتى خارج بلاد القبائل في فرنسا، في كندا، في أمريكا. هذو كلهم قبائل، هذو كلهم مناضلين الماك. ميرسي حد حنوف الله. هي القوة العظمى في القبائل. لكن إذا اسمح لي، لأنهم يتكلمون يقولون نريد أن نزيح هذه الشرذمة من الماك، أقول لهم الماك ليست شرذمة. الماك هو متعمق في بلاد القبائل. إذا كنتم تريدون إحازة الماك ستحيزون كل الشعب القبائلي، لأن لا حتى واحد لا يسمح في أخيه في القبائل أن يقتل أو يسجن.
وصلت الرسالة. أكيد أنكم لا تريدون أن تنجروا مرة أخرى إلى حرب أهلية كما سمعنا بها وشاهدنا في تسعينيات القرن الماضي. والأساس هو الاختلاف وتدبير الاختلاف بشكل عقلاني ورزين في إطار حوار، في إطار ضمان كل أشكال وأساليب حرية التعبير مع احترام الآخر. أريد رأيك فيما يخص العلاقة المغربية الجزائرية. المغرب تقدم في أكثر من مرة بمد يد العون ويد فتح الحوار مع الجارة الجزائر في حين النظام العسكري الجزائري، ونحن نكن بالمناسبة كل الاحترام والتقدير للشعب الجزائري بجميع أطيافه، لكن النظام العسكري الجزائري يصر على أن يتعنت وأن لا يرد على الرسائل الودية والسلمية التي يبعث بها المغرب انطلاقا من الرسائل التي بعثها الملك محمد السادس رأسا إلى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اقتراحه لكي يتم المساعدة على إطفاء الحرائق التي نشبت في الأيام القليلة الماضية. كان الرد الجزائري كان ردا متعنتا، ردا لم يكن بمثله كما تحث على ذلك التعاليم الإسلامية، كان ردا شاردا وخارج السياق. أنتم في الماك كيف قرأتم ردود النظام العسكري الجزائري للدعوات التي تقدم بها مرارا المغرب انطلاقا من نظامه الملكي؟ لا يوجد أسوأ من أن يكون لك جار سوء. إن المشكلة مشكلة النظام الجزائري والجنرالات الجزائر لا تهمهم الشعوب. فالبترول والغاز الجزائري يكفيهم لهم ولأولادهم، لا يهمهم مصلحة الشعب الجزائري أو الشعب المغربي أو الشعب التونسي وأكثر الشعب القبائلي. ولهذا لا يرد على طلبات السلطات المغربية على رأسها سيادة الملك. وبهذا نستطيع أن نقرأ في في رفضه أولا على إرسال الطائرات لإطفاء النيران في بلاد القبائل. بالطبع يريد أن هو بنفسه أشعل النيران، كيف تريدون أن يتقبل؟ لكنه توجه إلى دول أوروبية، لكنه توجه بالمقابل توجه إلى دول أوروبية لكي يعني يقترض منها بعض الطائرات. رفضت تلك الدول في الوقت الذي جاره يمنحه طائرتان للإعانة. هذا كذب. إنهم لن يستأجروا ولم يطلبوا. Voilà, donc, le gouvernement algérien n'a pas demandé de Canadair, ni à la Grèce, ni à l'Espagne, ni au Maroc, ni ils ont refusé. Au contraire, les Canadair, c'est normal, c'est parce que c'est eux qui ont brûlé la Kabylie. C'est le pouvoir algérien, c'est la mafia Chinguiriha. Il lui reste juste un demi-virage pour mourir. Mais c'est un sanguinaire, c'est quelqu'un qui va finir comme Bouteflika, comme tous ses frères qui ont fait du mal à la Kabylie. Même ce Tebboune, le sniffer, ce Tebboune, la blanche, Tebboune, c'est un drogué, c'est la même chose. Mais ce qui nous concerne, nous, maintenant, هاد نهضر في مجلس لوكذ ألين 4 سنين 5 سنين أثناء فيفون leurs parents brûlés. يتشو هذا الحال. أهس هضرنا ونيد في منقار أهوجيل هايس مثلا أكن يستخدم الدروس أهوجيل أو نضحكوا في تقسيط أمين يسعانا ذرغال خامس أتسيدين باجم كلي ستايد ون هذه اللي عن كيني ثورة ستايدنا خام ساعة يونمي ذا ذرغال ساعة 5 نظام تواليناكو دونك هذا ذرغالني أتسكاثل توجور مكي غتخدمو بلوس كبوي ذاك يتوالين
يوتيكلت إنك كاكيو يوت واشولت هذا رغالني حقري مانيس يتشح أي غار باسكو أكنيس سبوين أكنيس فكان الماكلة أسيقار نوثني توالين تشان خيري نوثني توالين لسان خيري. سمحتي هذا عمر شطح القزوال إما أنا نوثني توالين أسني قارو ضرغاني نوني توالين تشان خيري نوني توالين لسان خيري نوني توالين لاعب خيري. انتي ما ولانيس ils sont concentrés vraiment أفميت السنة ذرغال جانا كوي ذاك النظام يبواس تنتقط مطوث يورقازي سناس ودي الساقي أقلا غستايدنا وتسوار السيوزاض أشوار ناس ود السبعة ناس نكون نمشيو نيوان ميثنا غاكا غير سنفكسين انوالي لا رياكسيونس ناس داكور يروح يبود 7 يوزاض اسبون دا سيدي اسرس ناس عرضو بسيت نغار سنيوا كسيني يوزاض يقنا الناس يخدم كي يوفاسين اشو زندينا الناس كذا ذرا السيني يوزاض نفتورا كون وي غميت تواليم 10 يوزاض ذا انسى اكوجيل مسكين إني يدام كي راه تخدمو أكني تخدمو الدروس أكني تخدمو هذي حرق إيمانيس أكني تخدمو هذي ضور إيمانيس ما سقاز بضاس سي با سا أتضورض ما تعاوشض فلاس أتضورض خاطر حاشا ثبابات دي ما تيكزمرن يعني هذا قابلن الراونس وما جا براني أكني فغويلي يتسعر الشطوح إلا يوندي غا بفضلها أثن دي لا كلينيك دي كرون برولي ديها كيف مسكين أدنو غالا ريو النظام أن إمام كي مناس دو مور لا كابيلي وقيد يون الإمام الجامع ثم قراحة القبة ذي القبة الجي نكاسيني غاي ما تبغي تروح ضرا افغانستان سون فيزا توي ليبر تروح تخدم الشريعه الاسلاميه دينا وتعيش ضي سنه سيدي ضاليز وديني غير كل ميزيلمون الجيريان كي سون كونتر لا كابيلي qui sont uniquement pour l'islam et qui n'acceptent pas le christianisme, qui n'acceptent pas les juifs. Afghanistan, tu peux aller sans visa. Sharia al-Islamia, attendihi. Mais l'Algérie, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays libre et indépendant. Donc celui qui n'est pas content, il n'a qu'à prendre, il n'a qu'à acheter un billet en Afghanistan. Il va vivre sous l'autorité de Sharia al-Islamia. Voilà. هذا نوعي في الحاجة نظام كون يهضر باي قبيليين بويكوتي للتلفزيون الجيريان المغربية الوطنية الحياة النهار بويكوتي سي شان s'il vous plaît. Il faut boycotter ces chaînes algériennes. C'est des chaînes, c'est des menteurs. C'est des vrais menteurs. C'est pas des chaînes fiables. C'est pas des chaînes إقلاقة تواليم. C'est pas des chaînes إقلاق العبد أفتي تباع. أي غار ذيك كتابن وضهضرنا رين اللان تمسخرين في الأول. C'est des chaînes أو ندينا ايفيتي خاطر سي دي شان وسعين ثلاثيزت لا بروف. بمجرد إعلان السلطات الجزائرية تصنيف الماك كمنظمة إرهابية اهتزت الحركة على وقع تصدعات داخلية فقم منها ثبوت تورطها في إضرام النيران واغتيال المغدور به جمال بن اسماعيل بتيزي وزو.
تطور حاسم دفع بالكثير من قيادات الحركة الإرهابية لإعلان انشقاقهم عنها. يتقدمهم خروج الرجل الثاني في التنظيم الانفصالي عن صمته. لما كي موفمون تيروريست هاوليك درك راني بينت عندي بزاف نبين، راني مخبي في فرنسا، او درك راه في اللايف هذا الكلب تاع فرحة مهني ويسب فيا ما قلت والو. واش قلت؟ عيط لخوتي الجزائريين وخوتي قبائل نكونوا متحدين لا مان دون لا مان، خاطينا العنصريه، خاطينا الاقتلاع، خاطينا كاع سيفيل طاح عليا باسكو ما حبش فرحت قالوا تيروريزي لي كابيل، لازم لي كابيل يرفدوا السلاح معنا. ساعات بعد ذلك نفس القيادي يعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد تعرضه للتهديد بالتصفية والقتل من طرف من عرفه بابن زعيم التنظيم الإرهابي المقيم بتركيا. والد مش تخرج والد حرام وقيت له يماس قال الحجاب يستمس قالت الحجاب وقيت مثل فرحات مهني وقيت مثل فرحات مهني ساعة كان كي شي تحسيس سيراو لي فيديو ناس اجا فيرتي لي كابيلا لي تيروريست لماك وعريت هي مثلا لكن لي مو انتردي دو رونتري ا باري ماشي الخوف يديروا كذا باسكو داروا تقجاتين تي خداعه هادشي حوضه كي تخدعش نموت. ليتا الجيريان il a raison à 100%. Il a raison à 100%. C'est un mouvement terroriste. تتوالى الانشقاقات مثلما تتوالى الاعترافات بضلوع عناصر الحركة الإرهابية في أعمال شنيعة بلغت حد إضرام النيران في غابات الجزائر وجبالها، وحتى إحراق جثة من تطوع لمساعدة المتضررين. مو البرنوس يكسب به فرحات الهني، هما يلبسوا البرنوس الابيض تاع القبايل. قال لي راك تسكن في بوشاوي موقع استراتيجي يعني قريب بالك يمكن الدبه. والله فهمتني. Je peux pas supporter à voir tout ça parce que vous savez, c'est gamin, c'est la chaîne, c'est صح لي زيغو والله عارف لي زيغو والله على التلفزيون الجيريا راه تسرحت اف كنت دي تلفزيون الجيريا تفزرني سا سون موفي اف ديال الزاني دي تسرح لي تلفزيون الجيريا كلات اف اتفزرني هذه الزان لي زيغو سا سون موفي تلفزيون الجيريا ما ساسكو خامي امشي كيساعد لي تواليت دخلوا صالون ويانا بلا ثبور بلا تسرح لي الزان تطراني راح تصدق شيني اختو حرق الدنيا يماكم يا ولاد يا ولاد بختة يا ولاد بنو هلال يا اللي باعوا نفتعهم صار الراس بوريتور معليش ايات مثلا اكون جاكن داقيه تنمير ثنوان احد حنو في اللون.